السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقدم لكم فكرة جديدة من كلمن قديم موجود عندنا. ساعات بيبقى عندنا كلمن مثلا صغر على العيلة بتاعتنا أو قدم أو شكله اتغير أو حتى مشروخ أو مكسور. الفكرة هتلاقوها بسيطة جدا، وإن شاء الله تنفذوها وهتعجبكم جدا جدا. الفكرة هتستفيدوا بيها كل يوم، يعني مش مرة أو حاجة زي كده. أنا أعرف إن في ناس بتستخدم الكلمة لما تيجي تسافر، تحط فيه تلج، وتحط فيه مثلا الأكلات اللي عايزين ياخدوها معاهم، أو في الرحلات بياخدوها معاهم، يحطوا فيها مثلا الحاجات اللي ممكن تبوظ من حرارة الجو. وحتى في السفر مثلا رايحين مصيف، رايحين حاجات، بيحطوا اللحوم والحاجات كلها فيه. بس انا الفكرة اللي هقولها لكم هتنفعكم كل يوم فعلا. فكرة مفيدة مفيدة مفيدة، واكتر واحدة تستفيد بيها انا شخصيا. بس حبيت انفذ الفكرة معاكم علشان الكل يستفيد وتدعوا لي باذن الله. اول حاجة هحاول اغطي الشكل بتاع الكولمن بحيث انه هو ما يبانش انه كولمن. هغطيه بأي قماش موجود عندي، قماش ملاية، قماش كيس مخدة، قماش زيادة، أي حاجة. المهم اعملي شكل حلو بحيث تستفيدي بيه. الأول أنا أعمل الغطا. هجيب إبرة وفتلة وابتدي أدكك حوالين الغطا، بحيث إن أنا محب أخلعه يتغسل يتخلع. وبرضو لما هاجي أغطي نفس الكولمن هعمل نفس الفكرة، هعمل حوالين داير بحيث ان هو ينفع اخلع الكولمن بعد كده ساعة ما يكون عندي مثلا عايز يتغسل او يتوسخ او اي حاجة. الفكرة سهلة. هتجيبي ابرة وفتلة وتبتدي تمشي حوالين داير الغطا لغاية لما تخلصيه. وبعد كده الاجزاء الزيادة ممكن تقصيها، او ممكن تسيبيها وتثبتيهم مع بعض. آه، وممكن تجيبي استك وتدككيه فيه ويبقى نفس الفكرة الموجودة. الفكرة اللي تعجبك اعمليها. المهم ان هو هنداري شكل الغطا من الشكل الخارجي. عايزة تخلي القماش اللي من جوه ده موجود، ماشي، خليه. وممكن تجيبي دانتيل وتعمليه حوالين داير او بيه او اي حاجة. كده سهل ان احنا نخلع الغطا او نخلع القماشة اللي انا حطيتها على الغطا ونركبها مرة تانية. في اي وقت يتوسخ تخلعيها وتركبيها زي ما انتوا شايفين كده، حتى من غير استك ولا حاجة. سهل انك تحشيها وتركبيها. نيجي بقى بعد كده البادي بتاع الكولمن هنعمله بنفس الفكرة. ابرة وفتلة ونخيط حوالين اي قماشة موجودة عندك، او كيس خدادية، كيس مخدة، بالابرة والفتلة طبعا. وتسيبي سنتي كده براح، بحيث انك تخلعي القماشة وتركبيها بسهولة برضو. وبرضو زي ما بقولك، عايزة تعملي استك حوالين داير، ممكن تعمليه بحيث ان هو يلم الغطا، لو يلم البادي برضو. لو تحبي في اي وقت تخلعيه وتغسليه. وانا برضو سايبة براح سنتي بحيث ان انا اخلعه واركبه بسهولة. ادي شكله، هركبه في الكولمن بمنتهى السهولة. اتمنى ان التصوير المرة دي يكون عجبكم، لان انا في ناس اشتكت ساعة ما عملت الكوفرتة وقالوا التصوير قريب جدا. لا، انا المرة دي قعدت على الارض وابتديت اشتغل، ورفعت الموبايل بعيد بحيث ان يبقى التصوير بعيد، وانا ما احبكمش تزعلوا ابدا. وان شاء الله التصوير من هنا ورايح هيبقى على مسافة بعيدة بحيث انكم تشاهدوا الفيديو براحتكم. لان الحاجات الكبيرة اللي زي كده كانت بتمثل لي صعوبة وانا بشتغل على ترابيزة، ما كنتش بعرف اجيبها كويس. فكده هيبقى ان شاء الله الشغل اسهل بإذن الله. طبعا عشان نجمل الحاجة ممكن فرنشة بسيطة، ممكن دانتيل، استرسات، اي حاجة تجملي بيها الشكل الخارجي. مش عايزة تعملي اي حاجة ما تعمليش، ده ذوق شخصي. آه،
انا بصراحة في مشاهدة امبارح على فيديو بتاع الجيرك بتاع ملح غسالة الاطباق. قعدت تقول خربت الشغل علشان الاسترسات اللي حطيتها في الجيرك بعد ما اتعمل. ويعني انا مش زعلانه ولا حاجه. بس اصل دي حاجه شخصيه، يعني انا بعمل بطريقه ممكن انت ما تحبيش انك تحط استرسات، ما تحطيش حاجه شخصيه. بس يعني حكايه خربت وما خربتش، انا بعمل لبيتي، فانت ما تحبي تعملي لبيتك، عايزه تحطي استرسات حطي، ما تحطيش خلاص. وانا بقدر اي حد ينتقد الحاجة، بس يعني تكون في حدود المعقول يعني. عايزين نثبت الفرنشة. انا عملت ايه عشان ما تبقاش شكل الشغل وحش. تنيت التانية لبره مش لجوه، وتنيتها مرة تانية بحيث مركب الفرنشة يبقى الشغل كله نظيف، ما يبقاش فيه فتل ولا فيه آه، يعني تنسيل ولا اي حاجة. كده هتبقى التانية زي ما انتوا شايفين كده، بصوا كويس. بتني مرتين لبره مش لجوه، فتيجي عليها الفرنشة ما يبقاش في اي حاجة ولا تنيات ولا اي حاجة، اكنهم قطعة واحدة، ويبقى الشغل نضيف من جوه ومن بره. وعلى فكرة عايزة اوريكم ان شاء الله، بدل ما احنا بنعمل مثلا خياطة وتبقى شكلها وحش كده من جوه وما نيجي نقلب الحاجة، لا، هنعملها بحيث انها تبقى شكلها حلو واكن مش متخيطة، بطريقة حلوة جدا. الجزء التحتاني ده حاولت تكبري القماشة بحيث ان الجزء التحتاني ينفع يلم مع بعضهم ونخيطه ونركبه ونخلعه تاني من الكولمن. ادي القماشة هنركبها، ونيجي بعد كده للشكل الخارجي. اللي عايز يحط استرسات ده ذوق شخصي يا جماعة. عايزة تحطي حطي، ما تحطيش ما تحطيش. انا بحط حاجات بسيطة كده على الورود، لان انا معجبة جدا بشكل القماشة اللي فيها الورود دي، فعايزة احط حاجات كده تخليها زي ما بيقولوا ايه، تنطق كده شوية. وحاجة شخصية، ما مش عايزة تحطي ما تحطيش يعني. حط حاجات بسيطة بسيطة بسيطة. آم، على فكرة، اللي عنده اي قماشة فيها ورود وحاجات زي كده، انا عندي فكرة جميلة ان شاء الله نعملها سوا، هتعجبكم ان شاء الله. مش عارفة انا وريتكم الفرنشة، ايوه وريتكم الفرنشة اللي عملتها للبادي. بعد كده هجيب اي كيس خدادية عندي او اي مفرش قديم عندي، بس طبعا يكون نظيف. ده كيس خدادية بتاعت ولادي الصغننين، قديم خالص. يمكن الملاية بتاعته اتقطعت، بس بتقعد عند الخدديات وكياس المخدات فترة طويلة، ما بتتقطعش. هحطه جوه الكولمن كده عشان يبقى حائل بينه وبين الحاجات اللي هحطها فيه. تيجي اساس الفكرة ازاي؟ ان الكولمن ده اصلا عبارة عن تلاجة صغيرة كده، بس طبعا ما بيتحطش فيها الحاجات فترة طويلة. يعني على الأقل بتقعد الحاجة 24 ساعة نظيفة، يعني محتفظة بحرارتها. فاحنا بنشتري العيش كل يوم، بعد كام ساعة كده تلاقيه فتل وباظ ونشف، ممكن لو تعرض للهواء، وممكن النمل يوصل له الكلام ده كله. فانت لو حطيتي العيش جوه الكولمن هيقعد 24 ساعة او اكتر في الشتاء، محتفظ ب... بقوامه وبطعمه ما يبقاش مفتل. وبرده الفينو، احنا بنيجي نشتري الفينو بالليل ونيجي نعمل سندوتشات الصبح للولاد نلاقيه فتل. والفطير والكيكات والحاجات دي كلها، انت دلوقتي مش محتاجة تحطي الحاجة في تلاجة وترجعي تسخنيها. وبيقولوا تسخين الخبز والحاجات دي بيسبب اضرار ساعات يعني. فانتي لو جبتي كمية عيش حتى كل يومين وحطيتيها في الكولمن وسبتيه، هيفضل محتفظ بقيمته
وبطعمه وبقوامه، ما يفتلش ولا اي حاجه. وبرده الكيكه لو قطعتيها وحطيتيها في علبه وحطيتيها في الكولمن هتحتفظ بقيمتها زي ما هي، ومش محتاجه تحطيها في التلاجة ولا تشم ريحه التلاجة والحاجات دي كلها. اتمنى الفكره تكون وصلت. وممكن اي حاجه من مخبوزات تحطيها وتقفلي عليها وتحطي الكولمن في اي مكان عندك في البيت. حتى لو كان الريسبشن هيبقى شكله جميل، محدش هيعرف ان ده كان كولمن قبل كده، وتستفيدي بيه. حتى في رمضان ممكن تحطي فيه المخبوزات وتحطي فيه اي حاجه تعجبك، حتى العصاير تبقى مجمداها وتحطيها لميعاد الفطار في الازايز والعلب بتاعتها لحين التقديم. اتمنى الفكره تكون عجبتكم، ولو يعجبوا الفيديو يعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة ويفعل زر الجرس عشان توصلوا كل الحاجات الجديدة. واتمنى العياشة اللي